البلاصه هذه الحقول ديال الملح مشاو من هنا حتى الوالديه ومشاو في الاتجاه تاعي. هاد المرجات هادو كيخرج الماء ديال البحر مع المد والجزر وكيفيض الماء هنا، كيبقى كيطلع فاش كيرجع للبحر كتبقى الملحه هنايا. شو دابا بحال هاد الناس هنايا في القربات ديال سيدي عابد، البحر فين كاين هو لهيه من ورا هذيك الهضبات اللي كاين، وجاب لهم الله البحر حتى لعندهم. هانت هذا بحال شكل الواد تقريبا، راه واد نيت راه فيه العيون، ها وحده كاينه هنا، ها الاخرى، الثالثه، راه الرابعه، الخامسه. هادو اللي كيبانوا لينا هنايا تقريبا 5 العيون كيخرج منهم الماء، راه غادي، راه شو كثير الجو تبارك الله، بحال البيسين وحداه، وراه فيه فين يمشيو الفلوكات راه غارق من الوسط. دابا ملي على حسب المد والجزر كتعمر هاد البلاصه هادي. هو كاين هنا فين كيجلس الناس، ربما كاين حتى شي مخيم هنايا. متابعينا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من شاطئ مريزيقة، الشاطئ الهادئ اللي قريب من سيدي عابد، تقريبا واحد 60 كيلومتر من الجرف الأصفر في اتجاه الوالدية، وقريب من الوالدية كذلك بواحد 30 كيلومتر. واحد الشاطئ اللي هادئ فيه الكومبين، اللي بغى يجي من المغرب كامل، يعني اللي باغي يجي طونتي حدا البحر فما غيلقاش شي بلاصه ما احسن من هذه هو اقرب شاطئ اللي فيه كومبين من نواحي كازا، الرباط، الداخل كله. هنا فين كاين فين ممكن دير لا طونت حدا البحر، ما كتخلصش بزاف، تقريبا تحط لا طونت تخلص واحد 25 او 30 درهم للنهار. فيها الضوء وفيها الدوش وفيها حتى الكونيكسيون، وكاين الروبينيات ديال الماء، كاين يعني مزيانه. كيجيو ليه التوريست، كيجيو ليه الاجانب اللي عارفين اللي صراحه حنا ما كنعرفوش بحال هاد الحوايج هادو. انا قريب ليا وما كنتش كنمشي ليه، والبحر تبارك الله شوفوا كي داير، يعني البحر بلا، وفيه واحد الحاجز الصخري اللي كيحبس دوك الامواج كيكسرهم. فالناس كيديروه كيقلبوا عليه في جوجل ماب وكيجيو ليه بالكرفانات ديالهم. اغلبيه اللي كاينين هنا توريست، غير انا اللي هابط وشي واحد اخر. شاطئ زوين زعما اللي بغى يستمتع كالم بالليل بالنهار ما عندكش مشكل. شوف البحر تبارك الله كي داير نقي زوين، كانك في شي بلاصه اخرى او في الشمال. هو غير قريب هنا من كازا تقريبا اللي بغى يمشي ليه. ومن بعد غنمشي لشاطئ الوالدية ان شاء الله. هنا غادي نبات، هنا ندوز هذا النهار هذا. للتذكير فقط، انا مشيت غير بالموتور صانية، يعني موتور صغير. مشيت من كازا تقريبا واحد 3 السوايع ديال الطريق. انا عارف هذا الكومبين هذا، فمشيت تفاهمت مع الدراري، شديت بلاصة زوينة. والشاطئ هنا راه باقي خاوي، باقي ما فيه حتى واحد. متتبعينا السلام عليكم وصباح الخير من مدينة الوالدية الهادئة الجميلة الساحرة. شوفوا الجو كي داير هنا، السور القديم، كاين واحد القصر هنايا والإطلالة على البحر من الفوق. فاش كيمشي هذيك البلاصة كلها حتى لهداك الصخر كتبقى غير رمله شاطئ. حتى الطرقان ديال الوالديه كيبينوا لك بانه مدينه بحال تقدر تقول ماشي مغربيه، كتبان فواحد الشكل تبارك الله زوينه، والشوارع ديالها زوينين، والاطلاله كلها دايره بالبحر وفيها السياحه بزاف. فغير التذكير فقط، فالوالديه ولاو عندها الطوبيسات،
في هذا القريب ان شاء الله غيوليو من سيدي بنور، لان سيدي بنور غيكونوا منها الطوبيسات والنواحي التابعه ليها، والوالديه تابعه لعماله سيدي بنور. شو هنايا فاش كيهرب البحر كيبقى هذا الواد هذا الوسط، فهاد الواد هذا راه بحال المرجة كيمشي تقريبا واحد 30 كيلومتر حتى لشاطئ مريزيقة، وهذا هو الواد اللي كيخلي هذيك الملحة اللي كتبقى في واحد الاحواض كيديروها ليها. فمن هاد الويدان هادو كيمشي الماء، وفاش كيرجع كيخلي الملحة ديالو. هنا ممكن تدخل من الجهة الاخرى من جهة الصخر وتهبط حتى لهداك الصخر التحتاني محد البحر باقي ما دافعش. صراحة واحد الهدوء، الجو صافي، الكالم. باقي الناس ما كتانيش بزاف، كيجيو لها الناس من مراكش، اغلبية من مراكش، لانهم الطريق ديالهم كيهبطوا على سيدي بنور وكيهبطوا للوالدية او الجديدة وكيرجعوا للوالدية. هنا غنشوفوا واحد المحلات اللي كيبيعوا لي زويتخ، وحنا جينا هنايا باش نعرفوا المزارع ديال المزرعات او ديال لي زويتخ اللي كاينين لداخل. غادي نحاولوا نكريو شي فلوكه باش ندخلوا عندهم. كاينه واحد المحلات اللي كيبيعوا لي زويتخ نلقاوهم الا كنت باقي نعقل شيفهم واحد المره، هما كاينين هنا في الطريق، ربما عند هاد الريزوات. كيف شفتوا المدينة خاوية، مازال الصباح. راهو هما المحلات ديال لي زويتخ. هنا لي زويتخ ديال هنا يعني ديال الوالدية، ما كيجيبوش من شي بلاصة أخرى، لأن كاين مزرعات كتارين لداخل. غادي نوريهم لكم في الفيديو، نحاولوا ندخلوا حتى لعندهم إن شاء الله. وهنا كيتباع لي زويتخ. بالنسبه للاخوان اللي باغي يجيو للوالديه، اللي باغي مثلا يكري، فراه كاين الكرا على الجد. فمع كتدخل الوالديه من اي جهه جيتي كتلقى الناس هازين سوارت وكيتسناو. فالناس اللي باغيين يعني يطونطيو بحالي انا، فكيمشيو مثلا للمريزيقه او شي بلاصه قريبه ويطونطيو ويبقاو يجيو للوالديه يوميا. المهم غنخلي الموطور هنا عند واحد الكارديان، واحد الراجل كبير ومعقول ثقة، وغنتوجهوا ان شاء الله للبحر. حنا دابا في الشاطئ ديال الوالديه بالضبط حدا المرسى. ها هما الزوارق هنا، كاين هنا التشراف، وكاين البلاصه ديال العومان، كاين الهيف فين خارج ديك المرجه ديال البحر. طلعوا لهاد الشراف هذا نشوفو كداير. نلبس البرديله ديالي وغنمشيو بعد هذاك الموج العالي، راه هو اللي موج كبير. هذوك اللي كيبانوا لهيه الفوق في العقبه، هذوك وطيلات شويه ما بين وبين، لكن في الجهه الاخرى كاينين فنادق ديال
5 النجوم كاينين لتحت على البحر، ولكن راه واعرين. راه ربما غيبانوا في الفيديو في اخر الفيديو فاش غنمشيو للمزارع ديال لي زويت. الاخوان دابا جاو الفلوكات، يعني طلع الماء شويه باش الفلوكات يخرجوا حتى عندنا هنا. غنمشيو نشوفوا الثمن وباش يوصلني لهذيك المزرعه ديال المحار. والله حتى الخلعه شاداني وحق الله صعيب انا باش طلع الموج. انا اول مره كندخل البحر، يعني ما كنقدرش على العمق، نخاف منه. وكاين هنا واحد الموجات يا ربي السلامه. مازال دابا غاديين داخلين في الرجعه، راه زعما راه صعيب، كتولي ضد الامواج وكيولوا يلعبوا بالفلوكه. لانه ربما في العام اللي فات كانت وقعت شي حادثه وماتوا الناس بحال هكا تقلبوا في الفلوكات. فدابا ولا من الشروط انك اي فلوكه طلعتي ليها غتلبس اللبسه ديال البحر الجيلي مفروضه عليهم. يعني غير طلعنا الفلوكه ركبنا لبسنا الجيليات كاملين. احنا وصلنا للمزارع. هاد الصنادق اللي دايرين كيف شفتوهم هكا على الشاطئ، فهادو هما لي زويتخ. يعني المحار دابا ملي كيمشي البحر كيتشمشوا، هذا هو الدور ديال هادشي، كيتشمشوا. وفاش كيجي البحر كيخبروا هذوك الصنادق كيبقاو في الماء. فسولنا على معنا الرئيس ديال الفلوكه، سولنا واش شنو كياكلوا ولا قال لنا ما كياكلوا والو، الماكله ديالو هي الماء صافي، غير في الماء. يعني بحال كياكل تقريبا العوالق ولا هذه هي الماكله ديالو. وربما كيضرب وقيله العام وشي حاجه باش كياخذوا ديك الغله دي، كيكبر كيوصل داك العبار ديالو اللي كيخرجوا لهذوك المحلات اللي شفتوهم على برا كيبيعوا. هذوك الحدود اللي دايرين تما دايرينهم على حسب باش الفلوكات اللي كيدوزوا حدود، يعني باش ملي كيطلع الماء ما كيبقاش يبان هاد الصنادق هادو، ما كيبقاوش يبانوا. يقدر شي فلوكه تجي فيهم كاع كيتغطى الماء كيمشي حتى لهاديك البلاصه اللي يعني هاد البلاصه كلها كتخبى. شوف الطريقه كيفاش دايرين ليهم تبارك الله. فهنايا الا بغيتي تدخل بوحدك تقريبا في الفلوكه تعول على 100 درهم، غادي تصور او تدور او تمشي للوطيل هذا 5 نجوم، او تمشي يعني راه ضربنا واحد المسافه ديال واحد 3 كيلومتر تقريبا او 4 باش وصلنا لهاد البلاصه هادي. انا غادي معايا الدراري، ولكن انا خلصت بوحدي، الدراري خلصوا بوحدهم. انا كندوي لك الا بغيتي تمشي بفلوكه بوحدك مثلا، اما الا كنتو مجموعه فراه القضيه مزيانه. يعني الوطيلات هما هادو اللي في الجنب. احسن حاجه اللي جانا فمن الاحسن انه يطلع الفلوكه يجيب هاد الدوره هادي، ف كتعرف شي حوايج اللي زوينين، كتستمتع كانك مسافر في شي رحله بحريه، كتجرب بحال حارق بحال والله غادي بحال حارقين دابا. واحد المتعه زعما في هاد الواد هذا كيكون زوين، غير هو صعيب غير في البديه ديالو اللي صعيب، امواج صعابين زعما صراحه، كيهزوا الفلوكه كيبغيو يقلبوها. الوطيلات كاينين هنا قدامنا، شي وطيلات واعرين. والله يستر وصافي. والله البحر طلع دابا، وحنا غاديين خارجين جينا في هذه اللحظه اللي جا فيها البحر. فدابا كيبان ليا الماء طلع بزاف، والمشكله هي في الرجعه. والله حتى كنخمم الرجعه الصراحه، الرعب اصاحبي، الرعب فاش كترجع لدوك الموجات والله العظيم تتشهد، صعيب زعما. ركبنا مع واحد الرئيس ضايف والله يعمر دار الناس، كيتساعد ولا سولتي قلت ليه بغيت نصور وهذا قال لي مرحبا ما كاينش مشكل. دابا غنحاول نسولو على هاد
المزارع ديال المحار. الرئيس الله يحفظك بغيت نسولك كيفاش كيربيو هاد المحار هنايا، شحال كيبقى باش ينتجوه؟ المزارع هما هادو الرئيس ياك؟ واصلوا الماء والماكله ديال خاصو هو ملي يخوى البحر يخدموا صوبوا اللي يمشيو بلايص اللي يمشيو عند الناس وهذا كبار كيحيدوه صار كيرجعوا ثاني للماء. الماكله ديالها شنو كاين؟ الماء ديال الماء هو خصو الماء وخصو يتشمش شويه الشمشه والماء. مرة كيهبطوا مرة خصو يهبط الماء. لا ملي كيكون خوا البحر كيبان لي زويدة يتشمش. يتشمش شويه ملي كيعمر البحر كيخدموا الماء ثاني. دابا هما كيخدموا ملي كيكون البحر خاوي، البحر عامر راه ما كيتخدمش لي زويدة. الخدمه ديالو في البحر ملي كيكون خاوي عاد كيتخدم عند لي زويدة. شحال ديال الوقت ديالو باش كينتج؟ هذا تقريبا واحد عام باش كيكبر، واحد عام تقريبا، عام وشويه. نتوما دابا مولفين تعودتوا على هاد الخدمه ولات روتين يومي يعني عادي جدا. دابا نهار دابا تريح مثلا ما تخدمش راك كترتاح دابا ياك كتقول لهم عينه بتمانه. اي واحد الخدمه دابا راه ما ساهلاش هي. دابا هاد الخدمه كاين دابا اللي طالع دابا هنا كتحاول دابا الخدمه ساهله. لا والو وبقى خدمه اللي فيه ديالها حد كينطق. فهمتيني؟ راه الخدمه شويه خصك تبقى واقف، كامل واقف راه الخدمه ساهلاش. صايبه هنا راك كتصيد مره هذا كان شكلي ويصيدوا راه كتصيد. الوطين اللي هضرنا لكم عليه راه هو فينا وداك البيض اللي ليه وسط الغابه كيجيو ليه غير التوريست الكور. اخطر مغامره هي في الرجعه، ف اي واحد كيشد من قلبه. شوف اللوكاليدات ما حداناش كيجرى ليها، حنا يلاه غاديين داخلين لهذاك الامواج اللي كبارين، ستار الله وصافي. يا رب السلامة، يا رب السلامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله يا خويا زعما راه صعيبة صاحبي. عرفتي الجند ديال الفلوكة كيهبط حتى الماء، كيتلاع عندنا الماء. احنا يلا غندخلوا الفم ديال الواد هو هذاك اللي فيه الموجات كبار، وحنا ماشي غاديين ضد الموجات، غاديين بحال تقول غتمشي معاهم طول، يعني كتهزك من الجنب وكتبغي تقلبك على الجهة الأخرى، لانك ماشي غادي داخل البحر او خارج، انت غادي ديريكت مع الموجه. شتيها كيفاش غاديين معاهم. يا ربي السلامه. عرفتي الفلوكه كيفاش كتهبط؟ شوف واو دراري اش هادشي؟ انا ما كنعرفش نعوم، اش دخلني يا خويا لهنا؟ يا ربي السلامه. هادي التوبه والله ما بقيت ندخل البحر، هادي الاخره بقيتش ندخل البحر. شمن هاد المتعه هادي؟ واش عرفتي يا صاحبي الموج كيدير؟ هذا هو فم الواد، هو هادي اخطر بلاصه ما بين هاد الصخرات، هاد الجوج هادو اخطر بلاصه. طيح هنا ندخل ديريكت. شوف واو. يا رب السلام. يا الحمد لله على السلامة. هادي والتوبة والله ما باقي نعاود. اخيرا اخر مرة اخويا باقي البريه على سلامتكم اخويا، على سلامتكم الدراري. والله اخويا انا باقي دخلت بحال هاد الدخلات هادي. امالنا اخويا نغامروا براسنا. يلا الدراري تهلاو نمشيو عند الرئيس خلصوا. ولد الناس الله يعمرها دار كيتعاون مع الدراوش، معقول ولد هنايا وكيوريك شنو كاين هنا. زعما صراحه انا ما كرهتش نرجع مره اخرى، ولكن
اذا كان البحر بحال هكاك زعما ما ندخلش. جينا منظرنا جينا مع البحر خايب اليوم صعيب. اليوم غنفطروا ان شاء الله بالسردين مشوي خير ديال الوالديه سيدي عابد، باقي جديد يلاه جابوه دابا. عرفتوا البحر هنا كيفاش داير؟ شوف 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 هاد النافوره اللي كتلوح الماء كيفاش داير. ها اخوان هنا بحر زوين ولكن غاهر. شوف هنا راه كاين الفندق في البلاصه، ولكن الجو واعر 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 موج كيدير. وصراحه هنا الوالديه زعما لاطلاج ديالها واعر، واخا هاد البلاصه ما كيعموش فيها الناس كيعوموا بالجهه الاخرين اللي كنا فيها قبل، غير هو فين ما مشيتي كتستمتع. شو المرسى هذه هي المدخل ديال المرسى ملي كيدخلوا فيه. اليوم ما كيدخلوش لانه كاين البرد، كاين الموج طالع شويه، ما كيقدروش يدخلوا اليوم. محمد شوف شوف كيربطوا فيها شي فلوك هادي. الاخوان ما سخيناش بكم، والى هنا ينتهي هذا الفيديو هذا بالمنظر لهذا القصر قديم، او ما عرفتوش انا، لا عرفتوه كتبوا لينا في التعليقات شنو هو، كيبان من اللي من الفوق. المهم نتلاقاو في فيديو اخر وفي رحله اخرى ان شاء الله. المكان زوين، نعرفكم بالاماكن الجميله اللي ما كتعرفوهاش في المغرب، او اللي ما كتعرفوش عليها بعض المعلومات. فشاركوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.